احيانا مش شرط الفيلم يكون فيه قصة جامدة وامكانيات عالية عشان تحبه ويخش قلب. في افلام كتير جدا اتعملت في مصر هنا كلنا حبيناها واحنا صغيرين، بس الافلام دي لو تبص لها كده هتلاقي ان هي ما فيهاش فكرة كويسة. والنهارده هنتكلم عن 3 افلام وحشين قوي بس احنا بنحبهم. واول فيلم معانا من الافلام دي هو فيلم لخمة راس. الفيلم من بطولة احمد رزق واشرف عبد الباقي وحسن حسني وسامح حسين. والفيلم ده من الافلام الغريبة جدا، وده لان الفيلم بالرغم من ان قصته مش قوية ولكن الفيلم فيه كمية ضحك كويسة من شخصيات الفيلم ده، زي اشرف عبد الباقي اللي قدم دور نخنوخ وسامح حسين دبشة اللي افهاتهم هما الاثنين ما زالت معانا لحد دلوقتي وبتتاخد كوميك في كل حاجة. دبشة يا كبير، دبشة دراعك اليمين. ومين عمل في عينيك كده يا دراعي؟ مالها عينيا يا ريس؟ انت احول ياض. احول؟ انت فاجئتني بالموضوع ده. الفيلم من ناحيه الافيهات الكوميديه هو حلو، ولكن وانت بتتفرج على الفيلم كده لو سرحت شويه وفكرت هتلاقي ان قصه الفيلم ده مش اجمد حاجه ممكنه. القصه اللي بتحكي عن يوسف اللي نفسه يخش كليه شرطه ولكن فشل ان هو يخش الكليه عشان هو تخين، وبعد كده بيحاول ان هو يعيش حياه الضابط لان ده حلمه من وهو صغير، وبرضه بيفشل ان هو يعيش حياه الضابط حتى لو بالكذب. انت لسه صاحي يا ويكا؟ انت هتقول لي ويكا وتصاحبني؟ بقول لك اثبت مكانك واضرب في المليان. مش هتلاقي حاجه مليانه تضرب فيها. بس كده باختصار هي دي القصة اللي ساند عليها الفيلم. مش هنكر طبعا ان احمد رزق عمل افلام تانية قصتها كويسة زي فيلم ثقافي مثلا، الفيلم اللي هو بيعتبر ايقونة في السينما المصرية، ومع ذلك انت عمرك ما هتكره فيلم لخمة راس لانه ممكن يكون بيفكرك بايام حلوة وانت صغير. واحيانا الهدف من الافلام الكوميدية بيتحقق لما بيخليك تحس بحاجة حلوة. تاني فيلم معانا هو فيلم قصة الحي الشعبي. قصة الحي الشعبي هو من بطولة طلعت زكريا ومحمد شرف. الفيلم ده هو كفكرة بسيطة جدا وما يفرقش اي حاجة عن لخمة راس، كفكرة ضعيفة مش بتقدم اي حاجة جديدة. لكن لو هتيجي تبص للفيلم ده من ناحية الافيهات الكوميدية فهي متقنة الى حد كبير وكويسة. أنا صوتي وحش يا هيصة؟ أنا صوتي وحش يا سيكا؟ ما تحيجناش بقى في جاني، هو ده صوت اصيل. وخصوصا من طلعت زكريا ومحمد شرف، الفيلم اللي بيعتمد على كوميديا الموقف في كتير من الاحيان. بطل نعناع بدل ما فركت لك دماغ. ها تعرفي صاحبة الصورة دي؟ مالها يا اخوي؟ دي بنت الست ذهبية اللي انت كنت متجوزة جوزها في القرن الماضي. ويخليك لو بتتفرج على الفيلم ده في سنة 2023 ممكن تضحك منه. وبالنسبة للناس اللي كانت كبيرة شوية في وقت الفيلم ده ما كان بيتعرض زي كده مثلا، فالفيلم ده برضه هيحسسك بنوستالجيا كده، وفي نفس الوقت هتحس بحاجة وحشة برضه لأن الأغاني اللي كانت في الفيلم ده هي أغاني مبالغ فيها بشكل هستيري يعني. وغير كده برضه الفيلم إنتاج سنة 2006، ولكن وأنت بتتفرج على الفيلم هتحس إن أنت بتتفرج على فيلم في الخمسينات مثلا كقصة وكأداء تمثيلي في بعض الأحيان برضه. تالت فيلم معانا والأخير هو فيلم كلم ماما من بطولة عبلة كامل وحسن حسني ومنى شلبي. الغريبة ان فيلم كلم ماما فيه نجوم كتير من اللي شاركوا في الفيلم دوت قالوا ان هم ندمانين على تجربة الفيلم دي، زي احمد زاهر مثلا اللي قال ان هو ندمان على التجربة دي بالرغم من ان احمد زاهر عمل فيلم اسوأ منه ب100,000 مرة وهو فيلم فارس. يعني هو بالتالي مرة وقت كتير قوي كان في فيلم اسمه كلم ماما يعني مثلا يعني انا ندمت ان انا عملته. ولكن ما علينا، فيلم كلم ماما بالرغم من فكرته الضعيفة ولكن وجود نجمين كبار زي عبلة كامل وحسن حسني في الفيلم ده اعتقد ضافوا للفيلم كتير وعوضوا الفيلم ده عن القصة. فايه يعني لما افرش قدام المحل بتاعك شويه مخلل؟ مخلل؟ حد يحط المخلل جنب الحلويات؟ عاوزة البسبوسة تصنن؟ انت يا اختي ورا السيني بالحياة. فايه يا راجل؟ ده الجار للجار. الجار للجار مش معاك انت بالذات. مش معايا انا بالذات ليه؟ كنت جوز امك ولا مرات ابوك؟ عنيل وده اللي خلى فيه ناس كتير تحب الفيلم بعد كده، بالرغم من ان الفيلم ما كانش افضل حاجة وقصته برضو كانت ضعيفة جدا. ولكن الفيلم فيه حاجة غريبة بتخلي الواحد عايز يشوف الفيلم دوت. مش عارف بصراحة، يمكن وجود حسن حسني وعبلة كامل في الفيلم ده زي ما قلنا. بس سيبك من كلم ماما، تعال نروح نعمل مقارنة بسيطة كده بين افلام السوق اللي هي الافلام اللي بتتعمل عشان تجيب فلوس يعني دلوقتي في الوقت الحالي وزمان شويه. زمان من سنه 2000 لحد 2010 مثلا هنلاقي ان افلام دلوقتي بقى فيها كاميرات كويسه وتصوير كويس، بس الافلام دي
ما زالت بتفتقد برضه للقصة والقيمة الفنية. زمان شوية بقى الامكانيات التقنية ممكن تكون بسيطة، والفكرة ممكن تكون على الاقل بتقول حاجة بسيطة، على الاقل خد بالك ها. لكن دلوقتي موضوع الفكرة ما زال بيزيد سوء واستخفاف اكتر واكتر. الرابط بين الزمانين دول ان الافلام دلوقتي تجارية غرضها ان هي تجيب فلوس بس. زمان شوية بقى الاستخفاف كان موجود برضه، ولكن مش موجود بنفس القوة اللي موجودة في الافلام التجارية دلوقتي. وده يمكن سبب بيخلينا نحب نشوف افلام زمان التجارية اللي ممكن تكون قصتها مش حلوة ولكن ما فيهاش استخفاف كتير زي دلوقتي. وده كله بالرغم من اننا عارفين ان الافلام دي هي افلام تجاريه. ويمكن مواليد الثمانينات والتسعينات اللي كانوا يعتبروا شباب في الفتره ديت بيتفرجوا على الافلام دي وبيحبوها لمجرد الذكرى بس. ما تنسوش لو وصلتوا لحد هنا في الحلقه تعملوا لنا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يجيلكم كل جديد اول باول. وبس كده، سلام.